الرئيس مبارك قال لنتنياهو انا مش شغال عندك وقفل السكه في وشه. ولما كلينتون حاول يوفق ما بينهم الرئيس مبارك قال له روح اتشطر عليه ده بيراقبكم زي ما بيراقبني. تبدا الحكايه سنه 1996 لما الرئيس مبارك كلم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وطلب منه الافراج عن مواطن عنده، وقال له نتنياهو ده راجل بريء ويا ريت تفرجوا عنه. الرئيس مبارك رد عليه وقال له قصدك عزام؟ خلاص انا هدرس القضيه ورد عليه. عدى يوم والتاني وفوجئ الرئيس مبارك بان نتنياهو بيقول للصحف عنده المصريين قبضوا على عزام عشان يبوظوا علينا المؤتمر الاقتصادي وكمان يشوهوا انجازاتهم. فسكت الرئيس مبارك وقرر يقدمه وامر باحاله عزام للمحاكمه، وفعلا اتحكم عزام. وتاني يوم كلم نتنياهو الرئيس مبارك وقال له هو انتوا ليه حولتوا عزام للمحاكمه؟ هتفرجوا عنه امتى؟ انا محتاج اعرف وقت. فالرئيس مبارك اتضايق وقال له هو انت فاكرني شغال عندك؟ انا ما بشتغلش عند اي حد ولا اي جهه. نتنياهو ارتبك وقال له الراجل بس بريء. فرد الرئيس مبارك وقال له خلاص المحكمه تقول ده. فنتنياهو قال له انا ما كلفتوش يراقبكم ولا حاجه. فرد عليه الرئيس مبارك وقال له حلو، التحقيقات تثبت مين اللي كلفه ونحقق معاه، يمكن في جهه خارجيه. فالرئيس مبارك قفل السكه. كلمه تاني يوم كلينتون مرتين. فرد عليه الرئيس مبارك وقال له الراجل ده بيراقبكم زي ما بيراقبني، ده حاطط عملاء عندكم. كلينتون لما سمع كده استغرب ورد مفاجئ. من ملفات المخابرات المصريه تبدا الحكايه سنه 1962 لما اتولد عزام في تل ابيب، وكان من اصول عربيه، وكان عيلته عندها ولاء كبير جدا لتل ابيب لدرجه ان اخوه كان جندي في الجيش ومات في احد المعارك. المهم عزام اتخرج من مدرسه الصنايع واتخصص في الميكانيكا واتجند على طول في الجيش، وبعد كده كان شخص مميز والتحق بالمخابرات عندهم واتدرب ازاي يجند الشباب العرب بالمال والجند. ولما خرج عزام من الجيش اشتغل مع اخوه في شركه ملابس داخليه معروفه وتخصص في مجال الملابس والنسيج. عزام وقتها استغل اتفاقيه السلام مع مصر واشتغل في شركه كان شريكها مصري ومواطن من تل ابيب. المهم ان وقتها تل ابيب صدرت للمصنع ده معدات في المصنع، لكن كان العمال مش عارفين يشتغلوا. فالشريك اللي في تل ابيب اقترح يجيب 11 عامل مصري في تل ابيب يعلمهم الشغل على المكن ويرجعهم تاني، واختار عزام يبقى هو المسؤول عن تدريبهم. المهم سافر 11 عامل وكان واحد منهم اسمه عماد عبد الحميد. كان شاب من الريف بسيط لكن عنده عيب خطير انه بيحب الستات جدا. وفعلا سافر لعمال وعزام قرب منهم جدا وبقى يخرج معاهم كل يوم، لكن العمال دول كان اغلبهم مش عايزين يندمجوا في مجتمع تل ابيب الا واحد بس عماد. وفهم عزام ان مدخله الستات وقال له انا هظبطك ما تقلقش، وجاب له فعلا ستات واندمج عماد في المجتمع ده لدرجه ان هو اتعرف على بنت اسمها زهره وبقى يعملوا علاقه في العربيه وخاصه في الجراج. وكانت زهره بتقعد بشكل معين بحيث ان عماد يبقى مكشوف في العربيه فتيجي عربيه جنبهم بستاير سوداء تركن وتصور، وده كلام عماد في التحيات. وقربت زهره جدا لعماد لدرجه ان زهره مره قالت له ايه رايك تشتغل مع المخابرات هنا؟ رد عليها عماد وقال لها كل اللي بيشتغل معاكم اما بيتسجن او يتلف الحبل حوالين رقبته وانا مش عايز كده. وفعلا سكتت زهره لما عرفت ان هو رافض المبدا. وبعد ما خلص تدريب رجع عماد تاني مع العمال، وقبل ما يسافر عماد عزام اداله الطرد. قال له الطرد ده فيه ملابس داخليه خليها معاك، انا راجع القاهره هاخدها منك. لكن التحقيقات اثبتت ان الملابس دي كان فيها احبار سريه بشكل دقيق جدا محدش يقدر يكتشفها. وفعلا عماد رجع مصر، واول ما رجع شغله عادي لقى زهره بتكلمه وتقول له انا نازله القاهره زياره سياحه استقبلني هناك. ولان عماد شخص ساذج راح بلغ مباحث السياحه عشان يعملوا حراسه لانه كان خايف عليها. وقتها الضابط في مباحث السياحه استغرب جدا وقال له انت تعرفها منين؟ فعماد شرح له كل حاجه. فورا الضابط ده بلغ امن الدوله، وامن الدوله استدعت عماد وكلمته وشرح لهم برضه كل حاجه. فقالوا له ابعد عنها افضل، ما ينفعش تبقى لك علاقه بواحده زي دي. وخرج عماد ونسى النصيحه تماما وراح استقبل زهره في المطار، وكان معاها رجل اعمال من بلدها وكمان معاها صديق ليها. واخدوا عماد جوله كبيره ولف بيهم مصر كلها، وكانوا بيطلبوا من عماد يروحوا اماكن معينه، وعماد لانه ما كانش فاهم وساذج كان بيوديهم الجوله دي. ولما خلصت جولتهم رجعوا تاني، لكن عماد بعد كام يوم اترفض من الشغل. فكلم زهره وقال لها انا عايز اجيلك واشتغل هناك. فقالت له الحل الوحيد انك تسافر الاردن.
وهكلمك لما توصل الاردن. وفعلا هو بيسافر الاردن لقى ظابط الجوازات ان في باسبوره بيقول ان هو سافر تل ابيب، ففهمه عماد انها كانت سفريه شغل. فقال له الظابط اوعى تطلع من الاردن لتل ابيب، ده مش صح وهيعمل لك مشاكل. وفعلا عماد لما وصل الاردن لقى اتصال من زهره وقالت له انا هجيب لك حد من تبعي يفهمك كل حاجه. المهم جاله شاب من تبع زهره وقعد معاه وقال له انت هتسافر تل ابيب بس هنقعد يومين في الاردن. وفي اليومين دول قرب الشاب ده من عماد جدا وقال له في اخر يوم انك ممكن تشتغل معانا من غير ما تسافر تل ابيب وتوجع دماغك وتتعب، واحنا عايزينك معانا في المخابرات. عماد رفض للمره الثانيه وقال له زهره عرضت عليا الكلام ده وقلت لها انا مش عايز الكلام ده. فالراجل فتح له ظرف وكان معاه صور مخله لعماد وزهره في اوضاع صعبه جدا. فقال له يا عماد بص انت بتصور لك افلام وصور والموضوع ممكن ينتشر، وبعدين يا اخي هنعوضك بفلوس كتير. فراح عماد انهار واضطر يوافق وبقى يتدرب كويس على اساليب التجسس والمراقبه وجمع المعلومات، وده في حوالي شهرين. ورجع عماد القاهره وبدات مهمته، وفي نفس الوقت كلمه عزام وقال له انا وصلت مصر، وخد منه الطرد. والتحقيقات اثبتت ان عزام جه مصر عشان يدرب عمال في المصنع نفسه على التجسس ويجندهم. ومن حظهم الاثنين ان امن الدوله والمخابرات كانت مراقباهم الاثنين وفاهمه تفاصيل القضيه وسايباهم براحتهم عشان يعرفوا الشبكه. وفعلا المخابرات وقتها سجلت لعزام ادله ان هو كان بيحاول يجند عمال مصريين، وكمان عماد بعت صور لمنشآت عسكريه. وفعلا اتقبض عليهم هما الاثنين. وزي ما قلت لك في المقدمه ان الدنيا اتقلبت على الرئيس مبارك وكلموا نتنياهو وكلموا كلينتون، ولكن الرئيس مبارك اصر وقال له دول بيتجسسوا عليك، انت عايزنا نفرج عنهم ليه؟ ما تفرج انت عن الجاسوس بتاعهم اللي ظبطه في بلدهم. وكان في جاسوس لتل ابيب كان موجود في امريكا. كلينتون وقتها اتصدم وسكت وفهم ان هي مقفوله. وفعلا المحكمه حكمت على عزام بالسجن 15 سنه وعماد 25 سنه، لكن قضى عزام 8 سنين في السجن. وبعدها عملت مصر تبادل مساجين بين طلاب مصريين وعزام. الغريب بقى في القصه دي ان عزام لما افرج عنه كتب قصه حياته في كتاب وقال كلام غريب، قال ان المخابرات المصريه حاولت تجندني في السجن، وان كان في وحده خاصه مكونه من ضباط النخبه في جيش تل ابيب وعملائها اتدربوا على تنفيذ عمليه عسكريه لتهريبه من ليمان تورا. وحاليا عزام عايش في تل ابيب. في نهايه الفيديو انت مصدق كلام عزام ان كان في واحده من نخبه ضباط جيش تل ابيب كان ناويين يعملوا عمليه ويخرجوه من ليمان تورا ولا؟ وهل الرئيس مبارك اخطا في تبادل عزام ولا لا؟ شاركونا برايكم في التعليقات، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير، وطبعا صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب وقناتنا على التيك توك.